زمان أجدادنا بنوا قلاع وأسوار عشان يحموا نفسهم من الخطر اللي جاي من بره. بس النهاردة إحنا فاكرين إننا في أمان خلاص، مفيش جيوش بتهددنا، فبقينا نفتح بابنا للعالم كله بضغطة زرار وإحنا مطمنين. الغزو الحقيقي محتاجش يكسر بابك، أنت اللي فتحت له ورحبت بوجوده. تخيل حرب شغالة دلوقتي سلاحها ملوش أي صوت وهدفها حاجة لو ضاعت أنت نفسك بتختفي. المرعب بجد إن أقوى احتلال ممكن تتعرض له هو الاحتلال اللي بتسلم له مفاتيحك بمزاجك كل يوم وانت فاكر ان انت بتتسلى. وعشان كده لو فاكر ان خسارتك لنفسك مستحيل تحصل وانت قاعد مطمن في بيتك، فحب اقولك ان هي محسوبة. زمان الحروب كانت واضحة جدا، عبارة عن دبابات، أسلحة، احتلال أراضي الدولة. أما النهاردة بقى مختلف تماما، والدولة بقت ممكن تخسر نفسها من غير ما تخسر شبر واحد من أرضها. والدليل على كلامي إن سنة 2020 حلف الناتو طلع تقرير مرعب بيقول فيه إن الإدراك والوعي بقوا هم ساحة المعركة، ووصف الدماغ وقتها إن هي ساحة معركة القرن ال21. يعني الهدف هنا مش إنهم يحتلوا أرضك زي زمان، لأ هم بقوا عايزين يحتلوا عقلك ويدمروك من غير ما يستخدموا أي سلاح. استني يا نورهان، خليني اقول لك ان الموضوع ده بدأ من زمان قوي، تحديدا سنة 1928 لما ادوارد برنيز ألف كتابه الأسطوري بروباجندا، واللي قال فيه انك تقدر تقود الناس من غير ما تحسسهم انهم بيتقادوا، وسمى ده هندسة الإجماع، واللي فيما معناه انك تلعب على مشاعر الناس وغرائزهم، مش تحاول تقنعهم بالعقل والمنطق. وازاي تحول المواطن اللي كان بيفكر في مصلحة بلده وازاي يحافظ على هويته لمستهلك مش بيفكر في حاجة غير ان هو يشتري ايه وبس. وازاي تقدر تلعب وتشكل الرأي العام لصالح اي فكرة انت عايزها. وده بقى الأساس النظري لأي حرب إدراكية بتحصل. أنت فاكر إن هي وقفت على كده وبس؟ كل الكلام ده لعب من تحت لتحت عشان يسرقوا هويتنا. بس تعالى بقى أوريك اللعب على المكشوف كانوا بيعملوه إزاي. في مايو 2023 منصة نتفليكس عملت فيلم وثائقي عن الملكة كليوباترا، بس المشكلة بقى إنها صورتها ببشرة سمراء وملامح أفريقية. خليني أقولك إن الموضوع هنا مش مجرد غلطة تاريخية، ده مرتبط بحركة اسمها الأفروسنتريك، واللي بدأت تظهر بقوة في الثمانينات والتسعينات مع مفكرين زي مالفيكيتي أسانتي وشيخ أنتا ديوب. والحركة دي هدفها هو الاستيلاء الثقافي ونسب الحضارة المصرية لغير أهلها. بس على فكرة العلم بقى كان ليه رأي تاني. في دراسة نشرتها مجلة Natural Communications في 2017 بقيادة العالم شومان، حلل فيها ل 90 موميا الدي ان ايه، وأثبتت إن المصريين القدماء ملامحهم وجيناتهم قريبة جدا من سكان الشرق الأوسط والشرق الأدنى، مش أفريقيا، وخاصة جزء جنوب الصحراء. يعني الجينات بتقول إننا الأحفاد الحقيقيين، والادعاءات دي تعتبر سرقة هوية، بس مش من تحت لتحت، لأن دي متوثقة. هقولك، بس خلينا نرجع الأول لسنة 1956 لما عالم النفس جورج ميلر طلع بدراسته المشهورة The Magical Number 7 Plus or Minus 2، واللي قال فيها إن عقل الإنسان يقدر يشيل في الذاكرة قصيرة المدى حوالي 7 معلومات بس في المرة الواحدة. خليني بقى اقول لك ايه علاقه الدراسه بتاعت جورج ميلر دي بالموضوع اللي بنتكلم فيه. وعندك يا سيدي ابلكيشن زي تيك توك، واللي بالمناسبه بيستخدمه 46.2 مليون مستخدم، وده على حسب تقارير اتعملت سنه 2025. المهم، الابلكيشن ده واللي شبهه بيعتمدوا بشكل اساسي على الفيديوهات السريعه جدا، فالخوارزميات بتعمل حاجه اسمها attention theft او سرقه الانتباه. يعني هي بتديك جرعات دوبامين سريعه جدا بتخليك تفقد القدره على التركيز الطويل، فبدل ما تقرا كتاب عن التاريخ عشان تحافظ على هويتك بتروح تشوف ريلز سريعه ما بتعديش ال 15 ثانيه. بس المشكله ان الريلز اللي ما بتعديش ال 15 ثانيه دي قادره تغير قناعاتك وتسرق هويتك من غير ما تحس. ده غير ان كمان في مصطلح اسمه جاز لايتنينج، واللي ظهر لاول مره سنه 1944، واللي هو عباره عن تلاعب نفسي بيخليك تشك في ذاكرتك والحقائق اللي حواليك. والسوشيال ميديا بقت قادره تعمل ده مع المجتمعات من خلال الميمز والفيديوهات اللي بتشكك في الثوابت التاريخيه والدينيه. عشان تعرف الموضوع قد إيه كبير، خليني أقولك إن المفكر المصري جلال أمين في كتابه ماذا حدث للمصريين رصد إن هويتنا بقت بتتشكل حسب نوع السلعة اللي بنشتريها. وعشان أصدمك أكتر، هو قال كمان إن الموضوع ده وصل لشكل البيوت، لأنه كان شايف إن عمارة الكومباوندز بتساهم في تدمير الشخصية الوطنية، لأن هي بتخلق حاجة شبه الجزر المنعزلة
بمعنى أصح بتفصل الطبقات عن بعضها، وبتحاكي شكل الحياة الغربية اللي ملهاش علاقة بجذورنا. بس الموضوع ما وقفش لحد هنا يا نورهان، ده كمان يتقال إن حتى المدارس الدولية بقت بتخلق اغتراب لغوي. وعشان أثبت لك كلامي ده، في دراسة اتعملت سنة 2017 بتقول إن الانفتاح ده خلى اللغة الإنجليزية تتحول من مهارة لهوية وبرستيج، لدرجة إن الشباب دلوقتي بتشوف إن اللغة العربية دي تخلف. وده اللي الدولة بتحاول تواجهه بمبادرات زي اتكلم عربي اللي بدأت في سبتمبر 2019، عشان يبقى عندنا الوعي إننا نواجه حرب طمس الهوية المصرية والعربية. فالخلاصة يا سيدي زي ما قال عبد الوهاب المسيري، احنا محتاجين علشان نحافظ على هويتنا نبذل effort، يعني نستخدم أدوات العصر اللي احنا فيه ونتعلمها كويس قوي عشان نقدر نحمي الهوية بتاعتنا، وما نبقاش مجرد ناس بتمشي ورا تيار الغرب واحنا مش حاسين.